Dr. Ainley, is there such thing as insanity among penguins? These penguins are all heading to the open water to the right. But one of them caught our eye, the one in the center. He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony. Shortly afterwards, we saw him heading straight towards the mountains, some 70 kilometers away. Dr. Ainley explained that even if he caught him and brought him back to the colony, he would immediately head right back for the mountains. But why? اي كلنا شفنا الصراحه الفيديو ديال البطريق اللي دار بوم في العالم كامل وشافوه بزاف ديال الناس والملايين، اللي ما خافش نقول الملايير ديال الناس. وكما حرك فيه انا هذا الفيديو شي حاجه، كنظن باللي حرك في بزاف ديال الناس شي حاجه وغيبدل الحياه ديال بزاف ديال الناس. 2026 عام جديد، ولا داز دابا شهر من هذا العام ويلاه بدا العام. الاغلبيه ديال الناس كيقول لك باللي فاش غادي يبدا العام غادي نبدا حتى انا نقاد الامور ديالي وهادشي كامل. هاد القضيه نسبيا غالطه، ولكن محدد الفيديو جا في هذا الوقت مزيان نهضر في هذا الموضوع ونبارطاجيه معكم. بالنسبه للناس اللي ما فاهمينش، هذا الفيديو العمر ديالو 15 عام وكيهضر على واحد العالم مشى كيدير واحد التجربه ديالو وجا كان كيدرس البطاريق. وفي ديك المجموعه ديال البطاريق كما قلت واحد من دوك البطاريق بعد من الجماعه ديالو كامله، وتما غادي قاصد واحد الجبل كما قلت بعيد عليه ب 70 كيلومتر، وتما النقد ديالك ما يقدر يدير حتى شي حاجه. دونك مشاو باش يدير داكشي اللي هو باغي يدير، يعني مريسكي بحياته ومات في وسط ديال الطريق. وكما كيقول نيتشه احسن طريقه باش تموت هي انك تموت وانت غادي باش توصل للهدف ديالك المستحيل. حيت الاغلبيه ديال الناس ما عندهمش هدف. الاغلبيه ديال الناس كتلقى كيعيش حياته وكيدير واحد الحاجه اللي ما باغيش يديرها وما عارفش علاش كيديرها وما عارفش شنو مخليه اصلا يديرها ومكمل فيها. الا ما خفت نقول 90% حتى 95% ديال الناس كيعيشوا حياتهم بحال هكا. فانك تكون بحال البطريق وتخرج من ديك الجماعه وتم غادي باش توصل لواحد الحاجه اللي صعيبه، هذه هي المتعه بصح الحياه. وهذه القضيه ما كيفهموهاش بزاف ديال الناس وكيبقاو ديما متبعين الجماعه وما قدوش اصلا يبعدوا من الناس اللي معاهم ولا يديروا شي حاجه اللي مختلفه، لحقاش ديما كيبغيو الناس تبقى راضيه عليهم وكينساو باللي اهم حاجه هي رضا الذات. لحقاش غادي نقولوا مثلا انت دابا عندك 20 عام 30 عام قدر الله وما شاء فعل، غدا متي الله يرحمك غادي نديرو معاك اليوم، غنحضروا الجنازه ديالك ونصليو عليك ضروري وغنمشيو معاك للمقبره حتى تدفن وغنبكيو عليك، حاجه باينه. فاش غادي تسالي الجنازه ديالك غادي نخرجوا كاملين من المقبره. مع غنخرجوا من المقبره غادي نمشيو نقلبوا على شي حاجه ناكلوها، لحقاش ما يمكنناش نبقاو بلا ماكله. غادي نمشيو ونقصيو وكذا. غادي دوز السيمانه ما غتبدل بك والو، زعما انت راك مزيان، انت راك متي. شنو زعما الا مشيتي انت صافي غنموتوا حنا زعما؟ لا، غنبقاو حيين. غيدوز شهر غنبداو نتفكروك امتى تنكونوا جالسين ونقولوا فلان راه مات مسكين. الا جيتي تفكر في هذه القضيه غير شويه غنبان لك ما دارش بواحد الانانيه في هذه اللقطه ياك. ولكن هذا الشيء بصح اللي كيطرا فاش كتموت ولا فاش غتموت، حيتاش ما كايناش شي حاجه اللي غتبقى ديما. راه المك الا متي ما غتبقاش تبكي عليك كل نهار. هكا دايره الحياه، يعني انك تعيش واحد الحياه كتحاول ترضي الناس وكتحاول دير داكشي اللي كيديروا الناس وكتحاول ديما تبقى مع الناس بحال الحولي، غادي يكون سبب في انك تعيش واحد الحياه اللي انت ما راضيش بها اولا وما عارفينش حنا شنو درتي للاخره، لحقاش الاخره بوحدها، وبقيتي تابع واحد الناس اللي غتموت ما كاملاش الشهر غادي ينساوك.
واو غينساوك من مور شهر اصاحبي. مور شهر انت ما كنتيش شكون انت من مور شهر ربما غادي تموت. فاللهم تموت وانت كتحاول ترضي راسك وتوصل لداكشي اللي انت باغي توصل ليه، على انك تحاول ترضي الناس اللي دايرين بك، وتحاول دير غير داك الحوايج اللي كيتماشاو مع العقليه ديالهم ومع اسلوب التفكير ديالهم ومع الامور ديالهم كامله. وايماجين الا كان حيوان اللي هو البطريق جا وضحى بكل شيء ومات في الطريق باش يوصل لداكشي اللي باغي توصل ليه، علاش انت ما غاديش تمشي وتتبع واحد الهدف اللي انت باغيه؟ واخا ما يكون معك حتى شي واحد، واخا ما يكون معك حتى شي واحد بوحدك، انك تموت راضي انت على راسك اهم حاجه. واخا ما تكون عاجب حتى شي واحد، عجب غير راسك. الهدف ديالك في الحياه هو انك تعجب غير راسك وترضي الله سبحانه وتعالى، صافي. حتى حاجه اخرى ما مهمه. وهاد القضيه هي اللي فكرنا فيها البطريقه. وكما قلت مع حد ديال الله بدا العام، مزيان الواحد يراجع راسو مره، مزيان الواحد يراجع راسو ويقول واش هادشي اللي كدير انا مسلكني ولا ما مسلكنيش. شي مرات مزيان حيتاش كيخصنا ديما نبقاو نتفكروا باللي حنايا غير عباد ديال الله سبحانه وتعالى، وباللي حنا ما كنفهموش في كلشي وما كنعرفوش في كلشي. واش مرات خصنا نراجعوا داكشي اللي كنديرو باش نشوفوا واش مسلكنا ويخلينا نموتوا حنا راضين على راسنا ولا في الاخر ما يوصلنا فيه. وباش نسالي هذا الفيديو هذا، الا كنتي عندك شي حاجه اللي بصح باغي ديرها، واحد الهدف باغي توصل ليه كيبان لك بعيد، واحد حلم عندك، شي حاجه كبيره اللي الا قلتي لصاحبك راه باغي دير هادي غيبدا يضحك، ولا الا قلتي لوالديك غادي ندير هادي في الطبله غادي يشوفوا فيك يشوفوا في الشكل، هذيك هي الحاجه الصحيحه اللي خصك تتبعها. حيت المعتقدات ديال الناس والمعتقدات ديال المحيط عمرها ولا غالبا ما غاداش تتماشى مع الاهداف ديالك. يعني عمرك ما دير داكشي اللي باغي الناس دير، ودير داكشي اللي انت غادي يرضيك. علاش كما قلت لك اصاحبي راه شهر ولا شهرين غادي ينساوك بلا راك كنتي حي. هكا غدا الحياه. هذا ما كان، نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.